من لما وصل هانزي فليك لبرشلونة وبلشنا نسمع عن أفكار جديدة للإدارة بسوق الانتقالات. مثلا قبل ما يوصل هانزي فليك كان في اتفاق كامل بين إدارة برشلونة واللاعب الأرجنتيني غيدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس. هلا فينا نقول انه هذا الاتفاق انتهى بالكامل بين اللاعب والاداره، وكمان عوده إيريك غارسيا وتجديد عقد روبرتو كان امر شبه محسوم، لان هذا الشيء كان مطلب لتشافي هرنانديز. بس حاليا هدول اللاعبين مستقبلهم غير واضح مع النادي، بنسبه كبيره إيريك غارسيا رح يكون برا الفريق، وتجديد عقد روبرتو ابدا ما له اولويه للنادي. طيب مين الاسماء اللي هتضل بالفريق؟ مين الاسماء اللي هتمشي؟ عم نسمع اخبار كتير: كيميتش، زوبيميندي، ميرينيو، رافينيا للسعودية، لويس دياز لبرشلونة. أخبار كتير وأسماء كتير، بس لسه ما في شيء أكيد، وأنا بشوف لسه كتير بكير على هيك أخبار. النادي لسه ما بيعرف إذا هو قادر يرجع لقاعدة الواحد مقابل واحد. حتى فليك لسه ما اجتمع مع الإدارة وما حدد طلباته، مين اللاعبين اللي بدها تضل ومين اللاعبين اللي بدها تمشي. لهيك أنا لسه بشوف إنه كتير بكير على أخبار السوق، وكل الاخبار اللي عم نسمعها هي توقعات وتحليلات من الصحفيين مو اكثر. اول شيء لازم نعرفه مثل ما حكينا انه النادي هل يا ترى قادر انه يرجع لقاعده الواحد مقابل واحد؟ هل هيكون قادر انه يتحرك بالسوق بشكل طبيعي ام رح يكون مقيد؟ هذا الموضوع كثير مهم، وطبعا في تفاؤل كتير كبير عند الإدارة للعودة للشكل الطبيعي. ثاني شيء مسألة اللاعبين اللي هتطلع من الفريق، مسألة كتير مؤثرة بسوق الانتقالات على الفريق. مثلا على مستوى خط الدفاع، برشلونة بيمتلك أكثر من 6 قلوب دفاع: أروخو، إنجو ماريتينز، كوندي، كريستنسن، كوبارسي، وإيريك غارسيا، والعائد من الإعارة لينجلي. 7 قلوب دفاع، عدد جدا كبير، واكيد هنشوف اسمين او 3 اسماء برا النادي، ونفس الكلام بينطبق على خط الوسط او حتى خط الهجوم. هي الاسباب ما فينا نعرف ونتاكد مين الاسماء الجديده، مين التعاقدات الجديده. اذا برشلونه باع لاعبين من مستوى A فرح يتعاقد مع لاعبين من مستوى A. برشلونه طلع لاعبين من مستوى B رح يجيب لاعبين من نفس المستوى، مستوى B. بس طبعا في شغله معروفه وواضحه، حتى لو فليك ما كان مدرب للفريق، حتى لو كان تشافي هو اللي رح يدرب، حتى لو كان ماركيز هو مدرب للفريق، حتى لو اي شخص عادي استلم النادي، شغله معروفه وواضحه اللي هو برشلونه بحاجه للاعب ارتكاز. اي شخص عادي بيعرف هذا الشيء. ثاني شيء، ثاني اولويه بالتعاقدات، يعني نحن عم نحكي عن لاعبين الفريق بحاجتهم بعيدا عن طلبات المدرب. ثاني شيء الفريق بحاجته هو لاعب جناح ايسر. برشلونه ما بيمتلك ولا لاعب بيلعب جناح ايسر بشكل طبيعي. رافينيا بيلعب جناح ايمن، لامين يامال بيلعب جناح ايمن، حتى فليكس هذا اللاعب اللي انا بتوقع انه يتم تجديد اعارته ما بيلعب جناح ايسر. هيك برشلونه بحاجه جدا للاعب مركزه الاساسي يكون جناح ايسر. مثل ما حكينا انه الاكيد برشلونه رح يتعاقد مع لاعب ارتكاز، وممكن يكونوا لاعبين، بس مين هدول اللاعبين ما حدا بيعرف. حتى لابورتا من يومين طلع وصرح وقال انه برشلونه بحاجه ليتعاقد مع لاعب ارتكاز، وذكر كمان انه الفريق بحاجه ليتعاقد مع جناح ايسر. وغالبا تشكيله الفريق بالموسم القادم ما رح يكون فيها تغييرات كبيره، لان مثل ما عم نشوف ما في اي نيه للاعبين اللي برشلونه كان بحاجه انه يبيعهم من قبل، ما عم نحكي هلا، ما في اي نيه منهم انه حدا يغادر. فلهيك انا بتوقع انه نشوف هالاسماء الكبيره عم توصل للفريق، غير لاعب الارتكاز. انا لاعب الارتكاز بتوقع انه نشوف اسم مهم عم يتعاقد معه برشلونه. اما بالنسبه للتشكيله اللي هنشوفها بالموسم القادم، غالبا حراسه المرمى اكيد رح يكون تير شتيجن، قلوب الدفاع كوندي واروخو، الظهير الايمن رح يكون كانسيلو، والظهير الايسر بالدي. هذا اللاعب اللي انا بتوقع انه رح يقدم افضل مستوياته تحت قيادة فليك. خط الوسط لاعب الارتكاز، الصفقة الجديدة اللي أنا بتوقع ما رح تطلع من بين اسمين، إما كيميتش أو لاعب سوسيداد ميرينو، وجانب هذا اللاعب هيكون موجود إما جافي أو ديونج. ومن الأمام هنشوف بيدري، جاندوغان. خط الهجوم معروف وواضح: ليفاندوسكي رأس حربة، جناح أيمن لامين يامال، جناح أيسر إذا شفنا تعاقد جديد واللي بتمناه أنا ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وممكن نشوف لويس دياز لو رافينيا غادر نادي برشلونه. هي توقعاتي لسوق انتقالات برشلونه. ما بتوقع الفريق يعمل تعاقدات اكثر من لاعب ارتكاز وجناح ايسر، بس طبعا كل شيء وارد. مثل ما حكينا اذا شفنا اسماء ونجوم عم تغادر الفريق فاكيد رح نشوف اسماء ونجوم مقابله عم تجي على الفريق. قولي انتم رايكم بالتعليقات، مين تتوقعوا اللاعب اللي هيتعاقد معه برشلونه، وشو هي التشكيله الافضل لبرشلونه بالموسم القادم.